لا دول مش هيكملوا. لا انت ازاي سكت له؟ هو انت سايباه يعمل فيكي كده ليه؟ هو انت ازاي سكت لها؟ ما تروح تلم مراتك. انا طالعه اقول حاجه مهمه جدا. طبعا ليلى زاهر وجوزها دول مشاهير اكسبوز للناس، فبالتالي الناس بتتكلم. بس انا هاخد ليلى زاهر وهشام دول ان هما مثال لاي كابل طبيعيين موجودين في الحياه. اي اتنين متجوزين او اي اتنين كابل بيتعرضوا للي هم تعرضوا له، اللي هو ايه؟ بصوا، الاتنين المتجوزين ايا كان اللي بيحصل بينهم، خناقات، هو نرجسي هي نرجسيه، هم مسحولين الاتنين مع بعض، هو ساحلها وهي سحلاوي، بصوا مقطعين في شواشي بعض، كل يوم بيتخانقوا مع بعض، هو مضايقها هي مضايقاه، وات ايفر اللي بيحصل بينهم هو بينهم. خلاص، ما ينفعش نتدخل في حياة أي إنسان بشكل عام. بشكل خاص بتكلم على المتجوزين، ما ينفعش نتدخل في قرار أي حد متجوز، نقول له يعمل إيه وما يعملش إيه لمجرد إن أنا شفت طريقتهم تعاملهم مع بعض قررت إن هم لازم يتطلقوا. لا دول مش هيكملوا. لا انت ازاي سكت له؟ لا ده نرجسي. هو انت سايباه يعمل فيكي كده ليه؟ هو انت ازاي سكت لها؟ ما تروح تلم مراتك. ما بلا 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 بلا. هم اشتكوا لكم؟ هم ما اشتكوش. طالما هم ما اشتكوش يبقى انا بالكويتي كده انطم. الكلمه دي بحبها قوي. في الكويت هنا بيقولوا انطمي او انطموا يعني shut your mouth. يعني اقفل بقك، يعني مالكش دعوه. يعني حد اخد رايك، حد سالك. لما يبقى حد من الاتنين المتجوزين دول يوصلوا للبيك مش قادرين يتعاملوا مع بعض، ويجوا لكم انتوا، يلجأوا لكم، يقولوا لكم الحقوني حلوا لي الموضوع هنا، احنا نتدخل بناء على رغبتهم وطلبهم. لو في امل للصلح نحاول نصلح، اوكي واي نوت. لو ما فيش نحترم قرار، اذروايز ما ينفعش نتدخل. هو خراب البيوت بالسهل؟ انت ازاي ما اتطلقتيش لحد دلوقتي؟ انت ساكته ليه؟ عندها اسبابها، هي حرة بيتها. ما ينفعش نقول لحد اتطلق، ما ينفعش نقول لحد اتجوز. زي برضه يلا ما فيش حد كده ولا كده، انتي مالك؟ اتجوز اتطلق. لان الزن على الودان على فكرة ده اسمه تسخين. فبلاش نتدخل في حاجات كروشال زي دي. فلتقل خيرا او لتصمت، يا دي كارثه. ما ينفعش نسخن اتنين على بعض او نحرض اي اتنين على الطلاق او نحرض اي ست على الطلاق. طول ما هي ما اشتكتش خلاص هي عارفه هي بتعمل ايه. واحنا مش ملناش ان احنا نعلم شخص درس بالعافيه. ده لو هي واقع فعلا عليها اذى معين، هي اللي هتفضل تعيش معاه لحد ما هي اللي تقرر هل اللي فعلا مش قادره تتحمل ولا لا.